الأساس هو موضوع الطائرة. بالفعل تم اللقاء، وفي بداية اللقاء كان الرئيس الجزائري منفعل وبعصبية نسبية. قال لي ما نصه: أنا مطلوب من عندي أن أقول للشعب الجزائري من الذي أسقط الطائرة، طائرة بن يحيى، والسبب لدينا معلومات تؤكد أن العراق هو من أسقط الطائرة، بسبب أن الصاروخ الذي أطلق على الطائرة من خلال رقم الصاروخ والبلد المصنع الذي أكد لنا أن الصاروخ، وهو مصنع بالاتحاد السوفيتي، كان حادثة معينة مرة، هذا ممكن يعتبر مصادفة، إنما زوج حوادث في نفس الوقت تقريبا يطرح أسئلة كثيرة. كيف سقط من الناحية الاستراتيجية سي محمد بن يحيى في ذلك الفخ؟ حتى الآن أسأل نفسي، لأن تلك المهمة لم يكن أحد يريدها باستثناء الإيرانيين. صدام حسين كان في مهمة حلم تدمير إيران، وكان حاب الحرب تمشي إلى نهايتها ليأخذ ما يأخذه من دول الخارج التي كانت تموله. الأمريكان كانوا يريدون على الحرب أن تستمر إلى أقصى ما يمكن لبيع السلاح لأهل الخليج وللإيرانيين، ولتتدمر إيران بدون أن يتدخل الأمريكا. أما فيما يخص حادثة، وهو اغتيال على فكرة، اغتيال الشهيد سي محمد بن يحيى، كان ناتج اعتقادي على مستوى سوء تقدير داخل في الجزائر، لأن مهمته كانت مستحيلة. فهل من الصعوبة أن يتم أخذ حطام هذه الصواريخ اللي مطلقة سابقا ويخلوها على حطام طائرة بن يحيى، لكي يقولوا أن هذا الصاروخ اللي أسقط هذه الطائرة، وهم يعلمون نوع الصاروخ ورقمه وتفاصيله؟ تبقى هذه تساؤلات اللي ما يقدر حتى واحد ما يقدر حتى واحد احتمالات. قعدوا يقولوا يسميوا عندهم، كان عندها تسمية هذه، يقول لك سي لو كومبلوتيزم. لو كومبلوتيزم يحب يقول كل حاجة تقول هذه ما صرات إلا بالقرب من مطار باماكو في 30 من مايو 81 وألف. قناعة الفقيد سليمان هوفمان، الشخصية الأمنية البارزة في عهد الرئيس بومدين، مصلحة أمريكا وحلفائها في إطالة الحرب العراقية الإيرانية بعد أن شجعت بغداد على العدوان وأمدتها بوسائله. سعي أطراف داخلية بالجزائر لاحتواء الرئيس بن جديد واتخاذه مطية لضرب المشروع الوطني الثوري والتمكين للثورة المضادة بالتعاون مع أطراف خارجية. وحالة الجزائر اليوم تؤكد نتائج تلك المساعي بكل وضوح.
الثاني كان فيه الكثير مما لم يعرف من قبل الجمهور لأسباب سأشرحها. الطائرة أسقطت نتيجة لصاروخ عراقي، وهذا اعترف به الرئيس صدام حسين. لكن كيف؟ لماذا؟ من أطلق الصاروخ؟ هل أطلقته أيدي عراقية أو أيدي غير عراقية؟ هذا سر الدولة العراقية. إنما بالنسبة لنا أن صدام حسين ما كانش يفكر أبدا في إيقاف الحرب قبل الانتصار على الإيرانيين، وهذا بضغط أمريكي وضغط خليجي. كانت جماعة من الجيش نتاع العراقي غير راضية على التصالح بين العراق وإيران، لأنهم كانوا يعتقدوا بأنهم على وشك الانتصار العسكري. يعني إنسان يبقى متردد، يعني يتردد في جواب يعني رسمي يقول لك يعني أنه عملوه يعني عملوه عمدا ما يقدرش إنسان يعني يمشي في هذا الطريق. يعني ما يشعر ما يشعر، لأنه صدام يعني والجزائر يعني كما كانوا يقولوا موس واحد يذبحنا، يعني فكيفاش يعني. هل من المعقول أن العراق اللي رحب بالمبادرة والعراق الذي يريد إيقاف هذه الحرب وإنهائها، خاصة بعد أن قبل قرار مجلس الأمن اللي صدر بعد فترة قصيرة من بدايتها من أجل إيقافها، وإيران رفضت هذا القرار، قرار مجلس الأمن. فهل من المعقول أن العراق تقبل المبادرة، وهي مبادرة مهمة جدا ومن جهة كفؤة في هذا الجانب، وتضرب الطائرة وتسقطها وتقتل هذا العدد من خيرة الدبلوماسيين بالعالم، وهم يقومون بمهمة لصالح العراق والأمة العربية؟ طبعا هذا شيء مستحيل. هل تعرض بن يحيى ومن ورائه الجزائر حكومة وشعبا إلى مؤامرة؟ وهل كان هناك طرف ثالث لم يكن يرغب في إيقاف هذه الحرب؟ لهذا السبب لم يتكلموا حتى عندنا فيما بعد، لم يتم الحديث، لأنه في تصوري أن اتخاذ هكذا قرار كان فيه كثير من المثل وكثير من الولاء لقيمة الجزائر في الوساطة بين الدول. إنما اعتقادي أن لا أحد كان يريده أن ينجح في تلك المهمة. من الممكن أن يكون أنه جهة ما شرات طرف وشرات ضابط عراقي وشرات كاش واحد كذا باش يلقي صاروخ على هذيك. ممكن هذا الطرف الثالث من الممكن يكون، ولكن أنا قلت باللي الصاروخ هذا قال باللي هذا صاروخ عراقي، لابد يكون فيه استخدام الجيش العراقي أو طرف من الجيش العراقي في هذه العملية، حتى إذا كان فيه طرف ثالث. والمصالح السرية نتاع السيا نتاع أمريكا مولفات خطط لكل بلاد، خاصة هما أمريكا الجنوبية إلى آخره، يضلوا يحركوا في الناس وينحيوا ويحطوا كما يحبوا. وفرنسا تحرك في إفريقيا كما تحب ثاني. لانكيت ايتي فات، كلش معروف. إذا كان فيه يعني دليل صاروخ عراقي، ولماذا صاروخ عراقي هو اللي راح لطائرة مدنية، إذا كان الجواب معروف لازم إطارات يعطيوها الجواب. ولكن إذا كان قالوا باللي هذا سر يقدر يضر الجزائر، وكان سي محمد بن يحيى ما يحبش باش الجزائر يعني يضرها كل واحد. سألني الرئيس الجزائري الله يرحمه، قال لي إذا من أسقط الطائرة؟ قلت له لنفتش معا عن من هو مسؤول ولا يريد إنهاء الحرب العراقية الإيرانية ويريدها أن تستمر. هذا هو صاحب المصلحة في استمرار الحرب، هذا الذي أسقط الطائرة.
ومرة أخرى يطرح المؤرخ محمد عباس في مقال له بالشروق اليومي في الفاتح ديسمبر 2009 نقلا عن المناضل الراحل بشير بومعزة فرضية المؤامرة. يذكر بومعزة في سياق البحث عن جواب فرضيتين: الأولى، لم يستبعد المشاركة الحاسمة من قوى خفية بإيران يهمها استمرار الحرب ولجأت في ذلك إلى منفذ مقتدر من خارج إيران لكنه يعمل في نفس الاتجاه. الثانية، لا يستبعد إسرائيل التي كانت حاولت صرف الأنظار إلى إيران في محاولتها الأولى الفاشلة لتدمير مركب تموز النووي. ويرجح بومعزة الفرضية الثانية لأن نجاح الوساطة الجزائرية يعاكس استراتيجيتها وحلفائها بالمنطقة لحد كبير. ويفهم من عنوان المقال الملحق بالكتاب أن الذي قتل الوسيط الأممي الكونت برونت سنة 1948 في فلسطين لا يؤوده اغتيال الوسيط الجزائري الصديق بن يحيى في سنة 1982، ويوجه أصابع الاتهام في هذا الصدد تحديدا إلى المخابرات الإسرائيلية. ثم ماذا كانت تفعل طائرة مبعوث القذافي في نفس التوقيت وفي نفس المكان الذي أسقطت فيه طائرة الشهيد محمد صديق بن يحيى والبعثة الدبلوماسية التي كانت ترافقه؟ ما سمعناه نحن من تصريحات مسؤولين عراقيين أنه فعلا كان هناك محاولة أو تم قرار في مستوى عراقي معين بإسقاط طائرة كانت طائرة مسؤول فلسطين، مسؤول ليبي اللي هو عبد السلام جلود، وكانت نفس الطائرة ونفس موديل الطائرة التي سقطت مع أو أسقطت وكان فيها بن يحيى ورفاقه. إذن هل أسقطت بأمر خدعوا فيه وظنوا أنها طائرة عبد السلام جلود؟ هذا ما عنديش عنه توضيح كافي. ولماذا رفض الحلف الأطلسي تزويد الجزائر للشروق؟ لقد طالبنا من تركيا والحلف الأطلسي تزويدنا بمعلومات حول الطائرة باعتبار تضاربت الروايات حول هذا الحادث الذي أودى بحياة أبرز رجال الدبلوماسية في العالم، وبقي قصف طائرة بن يحيى لغزا محيرا لغاية اليوم. جاونا بعد المعلومات قالنا بلي كاين الوزير كي شافوا لابواط نواغ سمعوا الوزير خارجية الجزائر سي محمد بن يحيى الله يرحمه قال لهم اون نوتيغ دوسو راهم يقرصوا علينا. طائرات حطمت ماتوا كل واحد الله يرحمه. احنا كتبها ربي وراحوا الضحية إطارات، ولكن الأسرار يعلم بها رب العالمين. واستشهد في هذا الحادث الأليم مع محمد صديق بن يحيى خيرة ما أنجبت الجزائر ومعهم طاقم الطائرة. هذا وزير خارجية مات في مهمة سلام جزائرية، 13 معاه مش وحده، 13 جزائري معاه مش وحده ماتوا، والآخرين مجهولين. لماذا الآخرين مجهولين؟ غير محمد بن يحيى ماتوا معاه جزائريين سلام، الأسر تاعهم ما زالت للآن. علاوة على 4 ولا 5 من مدراء نتاع وزارة الخارجية، كان فيه توفى ممثل من وزارة النقل
ممثل من وزارة التجارة، آنذاك كان مدير عام، ممثل لوزارة الطاقة، وكذلك مدير في البنك المركزي الجزائري الذين فقدناهم رحمه الله. خيم الحزن على كل من عرف الرجل، وقبل أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى في بلاده أقيمت جنازة للشهداء حضرها كبار الشخصيات، وتلقت الجزائر برقيات التعازي من كل دول العالم. كي يجي الصندوق من واحد يكون قريب لك جو مؤلم جدا، لأن ما شفتوش. هل في الصندوق كيف راه؟ هل جسمه يعني كامل أو ممزق؟ بألم كبير، يعني يكون ألم كبير فينا. تفقد واحد في الأسرة تاعك كان اعتبار كبير ليه، يعني كخالي كنت نعطيه اعتبار كبير جدا. جنازة وطنية واللي مفقود فيها، أنا ما لقيناش الجثة تاعو. علاه مات بن يحيى؟ بن يحيى راه يحوس على الربح ليه؟ بن يحيى وش عنده أمور دنيوية كان يبحث عليها. أمور بن يحيى قرر الذهاب وحده في هذه المهمة، راح مأمور، ما خيرش هو المهمة، جات من نصيبه شبيها وقام بها. على هذه يلزمنا احنا باش نبقاو الأجيال تاعنا ديما كي يتفكروا بن يحيى، يتفكروا القسم تاع الشهداء، هو شهيد. في خطاب له وعد الشاذلي بن جديد الشعب الجزائري وعائلة الراحل بكشف كل الحقيقة. كاين الشاذلي بن جديد ما الله يرحمه ما صرحش. احنا صبرنا، ما كانش يعني احنا ماشي يعني من راح نديروا فوضى ولا ما. احنا واش حبينا حنايا باش يستعرفوا فقط. هو مات 50 سنة في عمره صغير. ما أعرفه جيدا أن الرئيس الشاذلي بن جديد تلقى من صالح بوجيل المعلومة الكاملة عن إسقاط الطائرة وعن الأسى اللي أصاب صدام حسين والإحراج اللي كان فيه، لكن الرئيس الشاذلي بن جديد مراعاة لوضعية الصراع اللي كان موجود آنذاك بين العراق وإيران لم يرد أن يعطي خبر قد يفهم منه أنه اتهام للعراق لحساب إيران، وكانت مرحلة حقيقة شائكة جدا، ولهذا لم تعطى المعلومات الكافية للجمهور. رئيس الشاذلي بن جديد ما كانش يرغب في أن تنشر هذه المعلومات لإحياء وإذكاء نار الحقد بين الجزائريين والعراقيين. هذا ما كان يفكر فيه، رغم أنني أعتقد أن المسألة مرتبطة بمعطيات جيوسياسية أخرى. مرت سنوات طويلة على هذه القضية، ولحد الآن ما تزال لغزا محيرا. كي جاء رئيس الشاذلي بن جديد الله يرحمه جاي إلى الأسرة باش يعزيها، يعني قال باللي أنا فقدت صديق. أولا كان صديقي وكان من أبرز الوزراء اللي عندي الآن في الحكومة، هذا نأكده. ثانيا وش قال باللي الجزائر راهي تقوم بالواجب باش نعطيكم يعني كل ما صرا في هذا الحدث. ولكن في لي ميموار تاع الشاذلي ما هضرش
أنا نظن يكون فيه سر، وإحنا إذا كان فيه سر ما ندخلوش في السر، يعني إذا كان يضر الجزائر. كان ضحية نتاع يعني كيفاش لبس ليزامبيغويتي نتاع لا بوليتيك والإصرار نتاع السياسة العالمية ونتاع المصالح السرية لي سيرفيس سكري والمصالح نتاع شوف واش دايره دروك المصالح السرية نتاع إسرائيل قادرة دير العجب وقادرة تخطط على أي بلاد. توقفت رحلة محمد صديق بن يحيى في الحياة ليلة 3 من ماي 1982، ومع رحيل رجل مثله ومع المتغيرات الدولية والأحداث الداخلية التي عصفت بالبلاد سيفتقد الجزائريون لحكمة رجل بوزن أمة. الجزائر خسرت رجلا محنكا مجربا وطنيا، هو من المعدن الذي كان صمام أمان بعمله وأدائه. سي محمد صديق بن يحيى نموذج نتاع الجزائري الحر اللي كان قادر يعطي الكثير للجزائر باش ما تهملش. لو كان على قيد الحياة وجماعة اللي معاه ما كانوش يعني منسحبين يعني من الحكم، ما كناش نوصلوا لهذه الدرجة، يعني هالدرجة تاع الفراغ، هالدرجة اللي تاع اليوم يد فارغة والأخرى لا شيء فيها. محمد الصديق بن يحيى استشهد عندما كان في أقوى حالته، كان ممكن يقدم للجزائر أكثر وأكثر وأكثر في 50 سنة اللي كان قادر يقدم أكثر، و صرا واش صرا. محمد صديق بن يحيى لم يكن رجلا عاديا، سواء في مساره النضالي إبان الثورة أو في مساره بعد الاستقلال أو حتى في حياته العادية، فهو لا يشبه غيره من المسؤولين، ويكفي النظر إلى ملامح وجهه البريء حتى تتجلى ملامح السلام في أبهى صوره.